ليبية طليانية قد يكونوا حتى إسرائيلية تأخذ شبابنا إلى المجهول في رحلات، وللأسف يضيعوا في البحر. مركب واحد غرق فيه 50 شاب من خيرة شبابنا، يعني شيء مؤلم ومزري. فكرنا نحن والسلطات المصرية وحاولنا بشتى الوسائل أن نعمل كيف نستطيع أن نخرج من هذا الموضوع، لأنهم للأسف كانوا يستخدمون الشواطئ الليبية، وليبيا ساحل 2000 كيلومتر فحاولنا أن نضع بعض القيود على هذه الوسائل، وكل هذه القيود وضعت بالتنسيق مع أخواننا السيدة عائشة وأخواننا في الخارجية، وزيرة القوى العاملة، وزيرة القوى العاملة والإخوة المصريين والكوادر الليبية، وحاولنا بقدر الإمكان أن نمنح هذا. وهنا أيضا أعود مرة أخرى، هناك تقصير كبير في شرح هذه الظاهرة الخطيرة لشبابنا في مصر، ولا بد أن تعقد مؤتمرات شعبية على مستوى، وهنا لا أتكلم عن سياسة، في كل قرى مصر التي تخرج من هذه الشرائح من الشباب لتوعية الناس. هذول ناس نصابين ينصبوا على شبابنا أن يذهبوا إلى الجنة المفقودة أو الموعودة. هؤلاء الذاهبين إلى الحقيقة للجحيم. هي عملية نصب منظمة، نصب منظمة، عمليات، هي عصابات وخطيرة. دولية. لو جئنا في كل قرانا وعقدنا مؤتمرات شعبية للناس ووعيناهم وأعطيناهم الأرقام وأعطيناهم الحجج وأعطيناهم الصور وأعطيناهم الوثائق وجبنا شباب يتكلموا حول الموضوع، أنا متأكد سنطوق هذه الظاهرة. عندما تنتهي هذه الموجة وتنتهي الظاهرة أكيد ستعود الأمور طبيعية كما كانت. طيب، أنت ذكرت الآن جملة مهمة، الإجراءات التي اتخذت قبل، دعني أسميها كما أسميتها، تنظيم دخول العمالة المصرية إلى ليبيا. هل هي إجراءات من جانب واحد قمتم أنتم بها، أم أنها إجراءات كما ذكرت قامت بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة وهناك موافقة؟ وهل هي موافقة لأنكم طلبتم أنها موافقة عن اقتناع بها؟ ده سؤال آخر. لا طبعا، أكيد مصر حريصة على أبنائها أكثر من احنا، ومصر يهمها هؤلاء شبابها. لا، كل خطواتنا تم بالتنسيق مع بعض، والحمد لله يعني كما قلت في عهد الرئيس حسني مبارك كل خطواتنا على الصعيد السياسي منسق مع بعض، على الصعيد الاجتماعي، على الصعيد الأمني. ليس هناك أي الحمد لله يعني نحن نسير بتفاهم كامل حول كافة المواضيع، حتى في القضايا السياسية والقضايا الاجتماعية، ليس هناك أي تجاوز لهذا. وبالعكس نحن نرحب بالإخواننا المصريين، والعمل المصرية محترمة في ليبيا ولديها رصيد هائل من السنوات الإيجابية يعني عند الليبيين. هل في 30,000 عامل عادوا في شهر يوليو الماضي من ليبيا أخرجوا من ليبيا إلى مصر؟ من ديارهم. هنعتبر من ديارهم باعتبار احنا بنتكلم عن وطن عربي واحد وأمة عربية واحدة وبلا حدود. إذا هل أخرجوا من ديارهم في ليبيا إلى ديارهم في مصر؟ يا ريت كانت أمة واحدة وكنا كفيتونا القتال. يعني الحمد لله مش قتال ولا حاجة. هذا قتال، صراع مرير من أجل توحيد أمة، ومن أجل يعني كان ينبغي أن نكون نحن دولة واحدة من السبعينات. اندمجنا ببعض وانتهى هذا الصداع كله وانتهى هذا الصراع كله، وكنا على الأقل لنا مكانة. عموما 30,000 معنى هذا أن في ليبيا كام؟ إذا كان بالشهر واحد عدد 30 معناها الأعداد هذا يوريك مدى عدد الضخم من المصريين موجودين هناك. أنا لن أتحدث هذا عن 1,970,000 الموجودين، أتكلم عن 30,000 اللي رجعوا. موسم الصيف وموسم عودة الناس. بيعودوا الناس ويذهبون لغاية كل يوم الناس تدفق. طب لو حبوا يرجعوا تاني هيرجعوا تاني؟ يرجعوا تاني طبعا بدون تأشيرة؟ ما فيش تأشيرة، بدون إجراءات تمنع الدخول. شوف، إجراءات تنظيمية، بدأت في إجراءات تنظيمية. يعني زمان ما كانش حد يسجل، الآن بنسجلهم. تعال رايح فين، على منين. هل لازم يكون معاه عقد عمل قبل أن يدخل ليبيا؟ لا، ليس قيد. يدخل لمدة 3 شهور، يبحث عن عمل، يطوف زي ما هو عايز وبعدين يخرج بعد كده. نعم. هل لازم يدفع 500 دينار ليبي رسوم قبل أن يدخل أو قبل أن يسجل عقد العمل الخاص به؟ لا. 500 دينار ده كتير بتهيألي دلوقتي كمان. لا 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 لا. هل لازم يكون معاه $1000 على الأقل قبل دخوله إلى ليبيا للإثبات قبل أن هو يدخل إلى ليبيا؟ شوف، هذه كلها ظهرت أفكار وظهرت حتى محاولات. هو ليش القلق؟ لأن احنا أمامنا ظاهرة وأمامنا مشكلة، حاولنا نضع قيود على الأقل الناس اللي جاي يعرف أنه مش حيدخل بسهولة، حتى ما يذهبش إلى الموت بسهولة.
نحن نصعب رحلة الموت أمام شبابنا لهذا المجهود. هل الهدف الوحيد من هذه المسألة هو تنظيم أو التحوط نحو إنقاذ العدد الأكبر من الشباب اللي ممكن هو يموت في هذا أكيد المجهود؟ كل هذه الإجراءات تمت بيننا وبين جيراننا في هذا الموضوع بهذا الخصوص فقط، وإلا نحن محتاجين لعمالة كثيرة. هل ليس هناك والآن نستجلب موقف عمالة بشكل منظم وبشكل إداري وننظم الأمور. هل ليس هناك تراجع في تفضيل العمالة المصرية في ليبيا عن مستويات كانت موجودة سابقا؟ أكيد ما فيش تراجع. كيف؟ لأسباب موضوعية. أنا مش يعني أنا لا أقول الآن عشان في التلفزيون المصري وعشان في مصر يعني. المصريين قريبين جدا من ليبيا بطباعهم الحقيقة، أمناء، مهنهم خاصة في الزراعة لا يضاهي أحد، وفي الأيدي العامة المصرية، قربهم من ليبيا، علاقتهم بالليبيين. الليبيين بسطاء ويحبون البساطة وليس يعني ما فيش ليبي عندما يدخل المصري بيت ليبي أيا كانت وظيفته يعتبر نفسه جزء من هذه الأسرة يعني. ما ثم الاندماج الليبي الديموغرافي اللي بين ليبيا ومصر أيضا تجعلنا قريبين من بعض. أنا كما أقول دائما هناك أكثر من 13 مليون مواطن من أصول ليبية في مصر، يعني هؤلاء يمتدوا من السلوم إلى أسوان. هذه كلها سلسلة من القبائل المتصلة مترابطة ويروحوا على بعض ويجوا لبعض. لا أحد يستطيع حتى لو أن أردنا أن نقسم هذا السلسلة الاجتماعية. هؤلاء عائلات متصلة، ما حدش حتى لما كنا في قطيعة وكانت جيش في مواجهة جيش كانوا يتصل الناس ببعضها ويتواصلون ويذهبون عبر هذه الصحراء الممتدة ويتواصلون. ما حدش يقدر يمنع الناس تصل بعضها. وفرية أن يقول لك أحد أن يقسم هذه الأمة، ستتواصل حتما وستلتحم حتما. حجم الاستثمارات الليبية في مصر قد إيه يا سيد أحمد؟ والله الآن أعتقد في ناس بيقولوا 2، في ناس بيقولوا 10 مليار. هم 2 ولا 10؟ هو شوف، نحن نطمح أن نصل بها إلى 10 مليار في الفترة القادمة. الحقيقة وأقول هذا أيضا ليس لأنني في مصر أو على التلفزيون المصري أو على التلفزيون المصري. نحن في رمضان الفرص المتاحة في مصر جيدة، واستثماراتنا في مصر يعني مجدية ومربحة. أكيد استفادت منها مصر، وأكيد نحن مستفيدين منها. من يعني عندما نجلس في المجموعة المختصة زملائي ويناقشوا هذه الأشياء يجدوا أن مصر من أكثر الدول الواعدة في الاستثمار، والقوانين المصرية الحقيقة جيدة، ومصر قفزت قفزة كبيرة في المجالات المختلفة للاستثمار. احنا طبعا تواجهنا عقبة، نحن لسنا مستثمرين. هذه الاستثمارات التي تأتي لتمتص وتروح زي النشافة، تدخل لتأخذ. لا أريد أن أسمي أشياء حتى ما حدش يحتج علي أو يقاضي التلفزيون المصري حول هذا الموضوع. هؤلاء نحن استثماراتنا نحاول أن تكون مفيدة، تخلق فرص عمل للناس، فيها إنتاج، تساهم في. طب البعض بيرى أن، خلينا أضع الصورة هذه المسألة، البعض بيرى أن الإعلام الضجيج الذي يحدث حول ما يتم من مشروعات في بعض الأحيان هو أكبر بكثير من حجم تلك المشروعات. فنتحدث عن محطة رفع مياه في قرية مثلا في الفيوم، فيحدث لها حالة من حالات الاحتفاء والاحتفال، في النهاية هي محطة مياه. سؤال، هل أنت تعليقك على ده؟ الفيوم هذه المحطة الصغيرة مش لازم عن الفيوم، بتكلم لا الفيوم أنا لا ليش نتكلم بصراحة، ليش لا